شايفين القمر؟ شايفين الجمال؟ ده جاتو مش كيكة، والله جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. صلوا على النبي قبل اي حاجة. طبعا انتوا شايفين بيكنج باودر وبيض ولبن، يعني كيكة. بس كيكة بقى ايه؟ هي شكل كيكة بس الطعم جاتو. حاجة قمر قوي. المقادير بقى حطينا 4 بيضات اهم، وهنحط بقى واحدة فانيليا، وهنحط كوباية زيت وكوباية لبن وكوباية سكر، واديهم بقى ضربة كده، روقي عليهم. هنقفل بقى الكب عليهم ونضرب بقى. عارفة، اضربي على قد ما تقدري، اديله ما ترحميهاش. بعدين هننزل بزبدة او سمنة عادي، معلقتين سمنة، معلقتين سمنة بلدي، وهنضربهم في الكبة برضو. نضربهم بقى. طب ما عندكيش سمنة بلدي، هنوقف الوصفة؟ مش هنوقف، هنحط سمنة عادية. مش هنوقفها، احنا الجيش قالك اتصرف. بعدين بقى بق خل، بق حاجة بسيطة كده، بق معلقة خل هنحطها. بعد بقى ما نعمل كل ده هننخل بره 3 كوبايات دقيق، ندخلهم كويس. ادي الكوبايه الاولى، بعدين التانية اهي في مصفى كده، ونقعد ننخلهم اهو كده. نقعد بقى ننخلهم وحركوا المصفى جامد. الدقيق ده فايدته انك بتدخلي هوا للدقيق عشان ما تطلعش مكتومه. سمعتوا؟ ده فايدة نخل الدقيق. هننخله تاني، نخلنا عليه بقى واحدة بيكنج باودر، تطلع بيكنج هشة باودر. وحلوة. نحط شوية ملح. يجي بقى الحاجات الحلوة اللي عملناها في الكبة دي كلها نحطها بقى في الحلة. هنا انا كنت بساعد ماما وقلبت لها الدقيق عشان انا بحب اساعدها. اهي بقى هننخله برضو، يعني الخلطة الدقيق اللي احنا عملناه بالبيكنج باودر ده هننخله تاني على الخلطة اللي احنا عملناها. نخلطه بقى كويس، نخلط الدقيق مع السائل اللي احنا عملناه ده، ونتأكد ان ما بقاش فيه دقيق خالص. بص، هي ماما هنا بتعمل كده من الجنب كده. البتاع اللي قالت لكم عليها دي. انت بتقفي معايا في المطبخ بتعملي ايه؟ ما ونسك. بالبتاع اللي هي وريتها لكم دي. هنا بقى يعني نص كوبايه ميه سخنه مغليه، صح؟ مغليه. الحمد لله. وتقعد تقلبي، تاكدي بس ان مفيش دقيق. هنا بقى الشوكولاته، جبنا كاكاو خام، حطينا معلقتين كاكاو خام على شوية لبن او شوية مية عادي. انا عملتهم بلبن، ممكن تعملي اي حد مفيش لبن نعمل بشوية مية عادي. وفري ودبري. جبنا صينيه دهناها سمنه، وهننزل، مش هننزل بالخليط كله، يعني هنسيب بق بره كده. ربع. يا بنت الالفاظ دي. هنسيب حبه صغيرين بره عشان هنحط عليهم الشوكولاته. الربع، يعني الربع الكيك. بعدين بقى هنجيب الكيس، نجيب كيس كده كيس حلواني مفيش، اعمله. انا عملت بكيس تلاجة تلاجة عادي. هنحط فيه بقى اللي هو الخليط بالشوكولاته. بصوا، عشان انا بساعدها اهو ماسكه لها الكيس، الترخيص. عشان بتقعد تقول ما بتساعدنيش، وقلبت لها الدقيق. حطت بقى، جابت اللي هي الخليط بالشوكولاته ده، حطيته على الكيكه اللي هي الخليط اللي من غير شوكولاته. كيكه بقى ايه، قمر. وبعدين بقى هتقعد تقلب كله في بعض، مش تقلب بمعلقه، ما انا لسه بقول اهو. سيتي الشيش طاووق كده، تعملي دائرات كده. دواير اهو. دائرات، مش تقلبي. دواير كده، دواير كده.
تدمجي الاتنين بحاجة بسيطة كده يعني. والنهايه بجد كانت قمر. اهي كده بتقعد تعمل الدوريات. انا والله كنت فاكراها بتعمل اشكال، كنت عماله اقول لها الله الاشكال حلوه، اتاريها بتدمجهم في بعض. يعني العالم حلو برضه. قعدت بقى تدمجهم في بعض كده. ما هي بجد كانت قمر قوي. هنا بقى ماما جابت اللبن وحطت عليه الكاكاو عشان تعمل لنا شوكولاته. عندك انت شوكولاته، شوكولاته قطع، اعملي لها حمام بخار او تدخليها الميكرويف. ما عندكيش اعملي زينا كده زي ما احنا ما عملنا. جبنا اللبن والكاكاو وحطينا شويه سكر وهنضربهم بقى وزيت. والله كانت زي اللي بره، زيها زي ما تجيبي قطع وتسيحيها. اهي كده شكلها. هنا بقى الكيكه بعد ما استوت، بصوا القمر جميله قوي. سيبناها طبعا تبرد، سيبها تبرد عشان ما مش كل ده والتكاليف دي وتبوظ. لا سيبناها تبرد. بصوا من الجناب كده شكلها قمر ازاي. هنجيب بقى الشوكولاته ونحطها من فوق، نغطيها كلها. من الجناب. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كده بقى بتغطي كل الجناب، تغطي الكيكه كلها. طبعا انا مش قادره اقول لكم المعلقه اللي ماما بتعمل بيها دي بعد ما خلصت حصل فيها ايه، ولا الكوبايه والطبق دول حصل فيهم ايه. مفيش داعي اقول لكم. انا عماله اقول لها هاتي هاتي الكوبايه. هي قمر قوي. والطعم بصراحه تحفه جدا والله. كده اهي. لقينا بقى لمحت كده في المطبخ عندنا مش عارفه اسمه، بس هو البتاع ملون كده طعمه حلو. فبقول لماما، قالت لي هاتيه، ما مش مشكله، هو عندنا بقاله كتير. خدت بقى وحطت. بس انا اللي لفت نظرك ليه. التزويق ده أذواق الموجود، ممكن ما تزوقيش، ما تحطيش حاجة خالص، كفاية الشوكولاتة دي حاجة من عندك انت، عايزة تحطيها حطيها، مع عندك مكسرات حطي، بندق حطي، بصوا المهم مش هتعترف ان انا اللي عياله. اي حاجة، ما مش عايزة تحطي حاجة خالص ما تحطيش. ما علينا. الشكل هنا قمر قوي. انا بصراحه ما كنتش صابره، كنت كل ما تحط شوكولاته الحس، تحط البتاع ده اخد. كنتش صابره بصراحه. اهو بصوا، شايفين عظمه طعمها بقى، طعم حاجه تانية خالص. بس بقى جربوها وهتعجبكم قوي. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.